بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع مادة التوحيد للصف الأول الإعدادي الأزهري، الإرادة. ما هي صفة الإرادة؟ صفة وجودية قديمة، أي موجودة لله سبحانه وتعالى، قائمة بذاته تعالى، تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه من الأمور المتقابلة. يعني إيه؟ الله وحده يختص بإرادته سبحانه وتعالى. المخلوق بالوجود بدل العدم وبالعكس، وبالقصر بدل الطول وبالعكس، وبالوجود في مكان معين وزمان بدل غيرهما. يبقى هنا صفة الإرادة واجبة لله سبحانه وتعالى. ما ينفعش يكون ربنا سبحانه وتعالى موجود وما عندوش إرادة، خالق وما عندوش إرادة. إزاي يعني؟ يعني إزاي الإرادة دي اللي بتحرك كل حاجة؟ فما هو موجود وشايفينه من المخلوقات إذا سبقه إرادة لفعل هذا الأمر. يبقى لابد أن تكون الإرادة موجودة في الله تبارك وتعالى، وأنه ثبت بالأدلة القطعية أن الله تعالى هو الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى. والخالق لابد أن يكون مختارا. يعني أنا مثلا بعمل حاجة براحتي بمزاجي، أنا كده براحتي مختار، عندي إرادة أن أعملها، عندي إرادة أن أنجح، عندي إرادة أن أذاكر، عندي إرادة أن أعمل، عندي إرادة. طب لو مفيش إرادة مش هعمل حاجة، ده أنا كإنسان، فبالك الله سبحانه وتعالى. يبقى لابد أن يكون هذا الأمر سبحانه وتعالى يتصف به جل وعلا. ووجود التفاوت بين المخلوقات تدل على أن خلقها بإرادة مطلقة. احنا مش شبه بعض، الكائنات كلها مش زي بعض، الإنسان حتى الإنسان سبحان الله. فهذا طويل وهذا قصير، وهذا أبيض وهذا أسمر، وهذا حيوان وهذا طائر، وهذه حشرة وهذه زواحف، وده بحار وده أسماك، سبحان الله على التعدد. وقوله تعالى دليل النقل بقى فعال لما يريد، أي أن الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. إن الله يفعل ما يريد وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. دلت هذه الآيات على أن الله تعالى يفعل ما يريد، وعلى أنه مختار، ولا اختيار بدون إرادة. مفيش اختيار بدون إرادة. هو عنده إرادة أنه يختار، يبقى موجود الإرادة اهي، أثبت الإرادة لله. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فيشاء يعني أراد، على ما أراد الله وجود وجد. يبقى ربنا عايز، ده الحديث على أن ما أراد الله من وجوده وجده، وما لم يرد وجوده لم يوجده سبحانه وتعالى.